بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرضاعة الطبيعية سر حماية طفلك ومناعته. هنتعرف في الفيديو النهاردة إن شاء الله إزاي الرضاعة الطبيعية بتزود مناعة الطفل وبتحميه بكتير من الميكروبات والعدوى والبكتيريا، وإزاي جسمك بيتفاعل مع الطفل أثناء الرضاعة ويفهم الإشارات اللي جاية من الطفل ويعرف احتياجاته ويلبي احتياجات طفلك ويظبط الرضاعة التالية على حسب احتياجاته. إزاي الرضاعة الطبيعية بتكون مناعة طويلة الأمد بتحمي الطفل في كتير من الأمراض اللي بتجيله في المستقبل، وإيه أهم 4 حاجات تزود لبن الأم وتزود الرضاعة الطبيعية وبالتالي تزود المناعة، وأهم 4 حاجات تقلل لبن الأم وتقلل المناعة. فتعالي بينا مع بعض نشوف أهم 3 معلومات عن الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية أول حاجة مش مجرد رضعة أو أكل بياخده الطفل. الرضاعة الطبيعية عبارة عن جرعة مناعة كاملة بتزود مناعة الطفل. لو شفنا الجهاز الهضمي زي ما هيظهر في الصورة ورايا، ده رسمة تخيلية للجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي فعليا فيه فجوات وفتحات ما بين الخلايا، ليها وظيفة مهمة، إن هي دي بتسمح بمرور البروتينات الكبيرة وبمرور الأجسام المناعية للطفل فتزود مناعته وتحميه. ولكن في نفس الوقت ممكن تعدي منها البكتيريا الضارة وتعدي منها العدوى والميكروبات والفيروسات. لذلك ربنا خلق للطفل درع مناعة، درع وقاية يحميه من العدوى والبكتيريا. الدرع مكون من طبقات مختلفة، عدي معايا وشوفي. أول درع عبارة عن أحماض دهنية وميوسين بينزل مع اللبن يغطي جدار الأمعاء ويمنع التصاق البكتيريا الضارة والميكروبات بجدار الأمعاء. الدرع الثاني عبارة عن أجسام مضادة، immunoglobulin A وimmunoglobulin M، تنزل من لبن الأم وتقف زي الجنود قدام جدار الأمعاء فتمنع الميكروبات والبكتيريا من الالتصاق بجدار الأمعاء. وعندنا البكتيريا النافعة، ده جيش تاني واقف قدام جدار الأمعاء يحميه من أي عدوى وأي إصابة. وعندنا درع تاني وطبقة تانية هي سكريات بتسمى سكريات الإليجو. السكريات دي صعبة الهضم للطفل، ما بيهضمهاش كويس، ودي بيخليها تفضل في الأمعاء تتغذى عليها من بكتيريا النافعة وبكده تعيش وتنتشر فتحمي الجهاز الهضمي كله من البكتيريا الضارة ومن العدوى. والسكريات الأوليجو فايدة تانية، تلتصق البكتيريا الضارة والعدوى والميكروبات خلي جهاز المناعة يتعرف عليها فيبدأ يهاجمها عن طريق الجيش اللي بعد كده، وهي الخلايا الملتهمة والخلايا القاتلة اللي بتنزل في لبن الأم فتقضي على البكتيريا الضارة وعلى الميكروبات وعلى الفيروسات. وعندنا اللاكتوفيرين، ده بيمسك في الحديد فيحرم البكتيريا الضارة ويحرم الميكروبات من الحديد اللي هو لازم لها عشان تنمو وتتكاثر وتعيش، فيكون عامل ودرع حماية لجدار الأمعاء. كل ديت كانت دروع ربنا عز وجل عملها للطفل اللي بيرضع طبيعي وبس، فيش أي حاجة تانية تعمل اللي موجود في اللبن الطبيعي. ومع كل ده جسمك بيتناغم مع طفلك ويتفاعل معاه بطريقة مدهشة أثناء الرضاعة. فعن طريق اللعاب زي الدراسة اللي هتظهر ورايا دلوقتي، الطفل بيرسل إشارات كيميائية للأم تترجم في جسم الأم وتعرف منها احتياج الطفل، فيبدأ اللبن يتغير على حسب حالته وعلى حسب احتياجه. محتاج فيتامينات، محتاج أملاح، محتاج بروتينات، عنده عدوى أو دور برد، فيبدأ جسم الأم يكون أجسام مضادة لدور البرد أو العدوى ديت تنزل مع الرضعة التالية لابنك فتزود مناعته وتحميه. التناغم ده بيتم في كل رضعة، فكل رضعة هي جرعة مناعة بتزود مناعة ابنك وتحميه طول الوقت. كل رضعة هي رضعة مخصصة مصممة لطفلك بس، فرضعة أم فلان مختلفة عن رضعة أم فلان.
فالرضاعة الطبيعية هي درع وقاية لطفلك، بتحميه من كتير من الأمراض وتقلل إصابته وتعرضه للأمراض في المستقبل. زي ما هتطلع الدراسات اللي ورايا دي كلها بتثبت إن الأطفال اللي بيرضعوا غير طبيعي الضعف تقريبا معدل إصابتهم بالأمراض النزلات المعوية، بالالتهابات الشعبية والنزلات الشعبية، بحساسية الصدر، التهابات الأذن الوسطى. الرضاعة الطبيعية حتى بتقلل نسبة إصابة ابنك بالسكر من النوع الأول أو حساسية الصدر في المستقبل. فالرضاعة الطبيعية هي درع حماية لابنك، تقوي مناعته وتحميه من منذ الولادة لحد ما يكبر.